الهول. فضل محمد صائم الظهر يجاهد ان هو يكسر التمثال، بس طبعا ما قدرش، فاكتفى بتشويه مناخيره وبقه، وفضل التمثال على حاله ده لحد يومنا هذا. ولما علم الحاج سنة 781 هجريا قبض عليه وقطعه، وأمر إن هم يدفنوه جنب أبو الهول علشان يبقى عبرة لمن يعتبر. الغريب إنه بعد لما كسر وش أبو الهول ابتدى الرمل يزحف على المنطقة كلها، حتى إنه غطى أراضي كتير قوي في الجيزة ووصل لحد حدود النيل. بعض الباحثين قال إن أول حادثة لوقعة كسر مناخير أبو الهول قالها الرحالة المقدسي في القرن العاشر الميلادي. قال في كتابه: صنم دخل فيه شيطان وكان بيكلمه وبعد كده كسر له مناخيره. المقدسي قال القصة ديت بتاعت أبو الهول دي يعني قبل المقريزي بحوالي 500 سنة، وإن المقدسي القصة اللي هو بيحكيها دي بيقول إن هو شافها، خلاف إن المقريزي كان أغلب الكتابات اللي كتبها عن أبو الهول اعتمد فيها على مؤلف كتابات مؤرخين غيره. وهنا قال المؤرخ عبد اللطيف البغدادي اللي وصف إن وش أبو الهول من أحسن الوشوش الموجودة. يا ترى مناخير أبو الهول راحت فين؟ لو حد يعرف يكتب لنا.